3 تريكات لو عرفت تعملهم في تمرين الشولدر بريس او المعروف بالتجميع، كتفك هيكون في حته ثانيه خالص. فلايك وسيف وجاهزين، يلا بينا. اول تريكايه في البنش اللي انت بتلعب عليه، معظمنا بيخليه 90 فاكر كده ان هو بيجيب الكتف اكتر. مشكله الزاويه دي ان هي حاطه ضغط كبير قوي على العمود الفقري، ومع تزويد الوزن في الشكل بتلاقي ظهرك بيوجعك بعد التمرين على طول. الاحسن ترجع الدكه سنه او سنتين بانجل خفيفه لورا بالمنظر ده بالظبط. بكده تكون ريحت ظهرك واتحت لكتفك ان هو يجيب الفور رينج اوف موشن او المدى الحركي الكامل، فتعرف تزود اوزان من غير اي الام. تاني تريكايه وهي زاويه كوعك وكده، لو الاثنين على نفس الخط ده هيعمل ضغط كبير قوي على المفصل بتاع الكتف، وخصوصا لو حاولت انك تجيب المدى الحركي الكامل للشكل فممكن يحصل اصابه لا قدر الله. التريكايه انك تدخل كوعك شويه صغيرات جوه، ده هيخلي الضغط بتاع الوزن على المفصل قليل جدا، كمان هينشط احسن العضله المستهدفه ويديها اتاحه انها تجيب الفول رينج اوف موشن احسن. اما التريكايه الثالثه نقطه البدايه بتاعت الشكل، لما بتتقل الوزن وبتنزل وبتطلع قبل ما كوعك ينزل تحت كتفك، تنشيط العضله المستهدفه من التمرين ده بيبقى قليل جدا جدا، وانت بيبقى شكلك اكنك في ديسكو التريكايه انك تخفف وزن وتلعب بالوزن اللي يخليك قادر ان انت تنزل بكوعك تحت الكتف، بالتالي فايده التمرين اتضربت في اضعاف. جربهم وقول لي شو اخبار كتفك، واكتب لي عايز التريكات الثانيه تكون عن تمرين ايه، وبكده كنت قلت لك